كاع المغاربه كانوا حاطين يديهم على قلوبهم نهار 13 يونيو. هذا الماتش ماشي غير ماتش عادي، هذه المباراه الافتتاحيه ديال كاس العالم 2026. ملعب ميت لايف ميريكان كان كيعجب المشاهير ونجوم العالم اللي جاو خصيصا باش يشجعوا البرازيل، واستقبلوا بحفاوه كبيره نجم نيمار اللي كان جالس مع زملائه في دكه البدلاء كيتسناو هذا الافتتاح. الحراره طالعه والخصم ماشي اي خصم، البرازيل. بزاف الناس كانوا كيقولوا غنلعبوا اللور، غندافعوا وغنساينوا الرحمه ديالهم، ولكن داكشي اللي وقع في التيران كان بمثابة زلزال كروي. واش شفتوا كيفاش الطاقم التقني ديالنا بقيادة المدرب محمد وهبي عطى درس تكتيكي كيدرس للداهية كارلو أنشيلوتي؟ فشنو هو الفخ التكتيكي اللي نصبو وهبي ودمر به خطة أنشيلوتي؟ وكيفاش قدر لاعب مغربي يلا عنده 18 عام يمسح بكرامة كازيميرو في التيران ويشعل العافية في الميركاتو بين كبار أوروبا؟ وشنو هو السر وراء الغرور ديال فينيسيوس جونيور مع الفيفا بين الشوطين؟ وعلاش نيمار هبط كيجري للتيران من بعد الماتش باش يطلب التونيات ديال ولادنا؟ وكيفاش خاصنا نلعبوا ضد اسكتلندا باش نضمنوا التأهل؟ هادشي كامل غنجاوبوا عليه بالتفصيل في هذا الفيديو. خبطوا ديك اللايك وتبعوا معايا. أنشيلوتي المدرب اللي ربح كلشي في أوروبا داخل معول على خطة 1-3-2-4. الخطة ديالو كانت واضحة، يسيطر على الوسط بكازيميرو ويطلق الصواريخ ديالو في الجناب فينيسيوس ورافينيا. كان ضارب الحساب أننا غنخافوا ونرجعوا اللور، ولكن المدرب المغربي محمد وهبي كان موجد ليه فخ تكتيكي هربان. دخلنا حتى حنا 1-3-2-4 وقررنا نلعبوا بالنار. وهبي عطى تعليمات صارمة، ما نرجعوش اللور، غنطبقوا الضغط العالي. صفر الحكم بداية المباراة. المغاربة بداو كيعصروا دفاع البرازيل، سدينا كاع زوايا التمرير على ماركينيوس وماغال هايس ومنعناهم يوصلوا الكرة لكازيميرو في الوسط. البرازيل داخت وهذا الشيء عطانا نتيجة بالزربة. في الدقيقة 20 سيباري بذكاء كبير استغل هذا الارتباك، قرا المساحة وضرب هدف واعر اللي زلزل الملعب. أكيد البرازيل عندها مهارات فردية من كوكب آخر، وفينيسيوس في واحد اللقطة في الدقيقة 31 قدر يهرب ويماركي التعادل بمهارة فردية. ولكن الخطة ديال أنشيلوتي في الشوط الأول كانت مدمرة تماما، وماشي غير التكتيك اللي تدمر بل حتى الأعصاب ديال البرازيليين بين الشوطين. وقعت واحد اللقطة خطيرة في الكواليس، فينيسيوس كان طالع عليه الدم ومعصب بزاف حيت المغاربة خلقوه في التيران. جا عنده مسؤول ديال الفيفا وقال ليه خاصك دير تصريح دابا للقناة الرسمية ولا غنزلوا عليك غرامة مالية. فينيسيوس جاوب بواحد البرودة والغرور، خليني نسالي الماتش ونصيفط لكم الفلوس ديال الغرامة، انا ما غندير حتى شي تصريح. هادشي كيبين لكم حجم الضغط النفسي اللي حطيناهم فيه. ولكن الخوت هادشي كامل في كفة، وداكشي اللي وقع في خط الوسط كفة اخرى. كازيميرو الاسطورة ديال البرازيل عاش كابوس حقيقي بسبب جوهرة مغربية جديدة خلات كبار اوروبا يتحاموا عليه. شكون هاد الدري اللي خلى كازيميرو يطلب التسليم؟ وكيفاش أنشيلوتي طاح في البانيك؟ اجي نهضروا على المفاجأة الكبرى اللي صدمت العالم. النجم اللي سرق الاضواء، القلب النابض ديال التكتيك المغربي، ايوب بوعدي. هاد الدري اللي يلا عنده 18 عام كيلعب بحال شي مايسترو، عنده 10 سنين ديال الخبرة وغيتقاعد. بوعدي حرفيا دار درس خصوصي لكازيميرو، خلاه يجري مور الكرة تفقد الاعصاب ديالو، وارتكب خطأ بليد وخدا عليه ورقة صفرة في الدقيقة 36. بوعدي كيعرف يتمركز ويقرا اللعب وكيدير اعتراض للكرات بواحد الاناقه بحال لاعب بالكرافاطه. هاد السحر اللي داروا في التيران نوض حرب عالميه في الميركاتو. ارسنال حطات 60 مليون يورو، تشيلسي موجده 45 مليون، وليفربول وريال مدريد وباريس سان جيرمان داخلين على الخط. نادي ليل طالبين فيه دابا فوق 70 و 80 مليون يورو. المغرب ربح جوهره لا تقدر بثمن. بين الشوطين أنشيلوتي عرف راسو غارق، الدهاء ديال وهبي خلاه يترعب. وشنو دار؟ حيد كازيميرو ودخل فابينيو في الدقيقة 45. هذه كتعني راني حصلت في الوسط. مع مرور الوقت والحرارة طلعت، البرازيل دخلات كونيا وهنريكي باش يضغطوا، وهنا بان الذكاء ديال وهبي ما تخلاش.
بدا كيدير تبديلات بحال الاساس ديال الشطرنج. دخل المرابط والطالبي في الدقيقه 64، وسد الجناب صلاح الدين وعميموني في 79، ودخل سفيان الرحيمي في 88 باش يخلعهم في المرتدات. تسيير خيالي. وملي سال الماتش وقعت واحد اللقطه اللي كتلخص القيمه ديال المنتخب ديالنا. نيمار اللي كان غايب هبط نيشان التيران ومشى عند السبع بونو وطلب منه التوني ديالو، وما حبسش هنا، مشى حتى عند اشرف حكيمي وخد التوني ديالو. حتى هو اساطير البرازيل ولاو كيقلبوا على التونيات ديال ولادنا. دابا البرازيل سالينا معاها. التحدي اللي جاي هو اسكتلندا، واسكتلندا الخوت ماشي البرازيل. هادو كيعتمدوا على البلوك الطيح والكره الطويله. كيفاش خاصنا نلعبوا ليهم؟ اولا ايقاع التمرير خاصو يكون سريع باش نشتتوا ليهم الدفاع. ثانيا خاصنا نطلعوا الاظهره باش نلعبوا العرضيات السريعه. ثالثا والاهم معركه الكره الثانيه. اسكتلنديين طوال، اذا بوعدي والعيناوي خاصهم ديما يربحوا الكره اللي كطيح مورا الصراع الهوائي باش نخنقوهم. عائله المنتخب هاد التكتيك وهاد اللعابه كيخليونا نحلموا نمشيو بعيد. نتوما كمشجعين كيفاش جاكم الغرور ديال فينيسيوس مع فيفا، وكيفاش جاتكم اللقطه ديال نيمار ملي بغى التونيات ديال بونو وحكيمي؟ هبطوا التعاليق دابا وكتبوا لي رايكم بالتفصيل، راه كنقرا كلشي. خبطوا داك اللايك، بارطاجيو الفيديو مع صحابكم وتابوناو يوصلكم الجديد. تبارك الله عليكم. كان معكم ارابينو. تشاو تشاو. Arabino